السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما قلت قبل ما نخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، واللايك بيساعد بشكل كبير جدا ان المحتوى يوصل لأكبر عدد من الناس اللي مهتمية بالسفر والتأشيرات وتعديل الأوضاع. وما تنساش تعمل سبسكرايب، وفي الكومنتات سيب لي التعليق بتاعك اللي يخص الفيديو، وانا ان شاء الله هرد على 100% من أسئلة حضراتكم. نسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. للأسف يا جماعة أنا لقيت كومنتات كتير قوي بالذات على الفيديو بتاع قبل اللي فات. انت بتكره الناس في أمريكا، انت مش عايز الناس تيجي، انت بتعقد الناس، انت يا أحمد بقيت من الناس اللي هي بتصعب الدنيا علينا وبتاع، وكومنتات من هذا المنوال يعني. فأنا النهاردة هوضح بس وارد على الكومنتات دي، فركزوا معايا كويس جدا. بص يا جماعه، رقم واحد، انا مش في ايدي القرار ان انت تيجي او ما تجيش، او ان انت تاخد الفيزا او ما تاخدش الفيزا، او كيفيه استخدامك للفيزا. ده كده كده في الاول في الاخر ده قرار شخصي ليك انت. انا كل ما عليا غير ان انا بطلع بقول لحضرتك هنا الدنيا دلوقتي دايره ازاي، ايه اللي بيحصل هنا، ايه الدنيا هنا ماشيه ازاي، ايه اللي بيحصل في الشوارع، ايه الكلام ده كله. انت حضرتك عايز تروح للناس اللي بتعمل لك فيديوهات، بص يا باشا السمك بكام والبطاطس بكام واللحمه بكام والكلام ده، وخش السوبر ماركت ويقول لك الدولار مش عارفه اضرب بقى في 47 ولا اضرب في 50 وبص عامل كام، وهنا الدنيا جميله وبتاع. انا لما كانت فعلا الدنيا جميله، ارجعوا يا جماعه للفيديوهات القديمه من سنه، كنت برضو جوه امريكا، كنت بقول للناس تعالوا، هتعرف هنا تعدل وضعك، هتعرف هنا تعمل اي حاجه انت عايزها، امريكا هتساعدك توصل للي انت عايز توصل له، او اللي انت نفسك توصل له هي هنا هتساعدك توصل له. بس بيبقى دايما في متغيرات، وده يا جماعه بيبقى موجود في اي دوله في العالم، مفيش ثوابت بتفضل دايما موجوده للابد. تمام. طيب يا احمد، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي يا جماعه، بص بلاش تسمعني انا، خش كده على اليوتيوب اكتب شورتة ايس اللي هي اي سي اي. تمام. اختصار ايميجريشن حاجه كده، اسم مكعبل كده. تمام. خش وشوف الفيديوهات اللي بتحصل مع ناس من ولاد البلد، من ولاد البلد، بس لمجرد ان هو ماشي في الشارع والشرطه دي وقفته مش معاه الورق، ورجاله وستات، وشوف تكسير العربيات عليهم ودخولهم على البيوت والكلام ده كله. انت لو مش عايز تصدقني خلاص ما تصدقنيش، انت عايز تسمع للناس اللي هي بتقول لك لا يا باشا تعالى هنا والدنيا جميله، ومش الدنيا جميله، جو اهيد يا معلم مفيش مشكله. تمام. انا كل زي ما بيقولوا كده ايه، ما على الرسول الا البلاغ، انا بوصل لك الصوره اللي بتدور هنا. والله انا بقولها لحضرتك، انا ما قدامكش غير حلين، كانوا ثلاث حلول، في حل خلاص راح، ومن سنة كان الحمد لله العبد لله من أوائل الناس اللي قالت يا جماعة قدموا على الهجرة العشوائية بتاعت السنة اللي فاتت، لأن محدش عارف السنة الجاية هتبقى موجودة ولا لأ. وفعلا وقد كان، والسنة دي هي وقفت. تمام. وعالم كمان السنة الجاية هتبقى موجودة ولا لأ. طب يا احمد، هي وقفت ليه؟ وقفت عشان خاطر المشكله اللي حصلت في الشخص اللي موت الناس عند البيت الابيض ده. طلع ان هم لما رجعوا اوراقه طلع ان هو جاء امريكا عن طريق الهجره العشوائيه سنه 2017، فحسوا ان البرنامج ده في تقليل امني من ناحيه الجهات الامريكيه على الناس اللي جايه، فقالت لك لا وقف ده لغايه لما نعمل له بقى نظام من اول وجديد. هيبقى النظام عامل ازاي، هيبقى قصته عامله ازاي، الله اعلم. وانا شايف ان دي حجه هم بيتحججوا بيها، عشان هم قلت لكم الناس اللي ماسكه دلوقتي ما بتحبش المهاجرين خالص. فاي حاجه فيها هجره هيعمل لك بسببها اي فيلم واي حوار عشان يلغي اي نظام من نظم الهجره اللي ممكن تجيب سيادتك تدخلك هنا. تمام. طب يا احمد ايه الحل؟ مفيش قدامك غير حلين. الحل الاولاني ان انت تتجوز، تمام، وتيجي هنا وتعمل ورق وبتاع، وهعمل فيديو كامل عن كمان المستجدات اللي حصلت في امور الجواز، هعمل عليها فيديو كامل. او ان انت يبقى عندك كيس لجوء، ولازم تبقى قضية قوية جدا 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 من هنا لبكرة الصبح، مثبتة بأوراق وبصور وفيديوهات، وبص كل حاجة عشان تقنع ان انت فعلا انا لو طلعت من هنا هتفرتك في بلدي. تمام. هو ده الحلين اللي موجودين دلوقتي. طيب انت لو قدرت تظبط حل منهم، وقدرت تيجي وقدرت تمشي في اي ويز من دول، انا ساعتها انا اللي بقول لك لا تعالى، هتقدر تعمل اللي انت عايزه، وهتشوف الجانب الايجابي من البلد دي. انت لسه مقتنع ان انت في فيزة السياحة هتيجي هنا وتكسر وشغل همام في امستردام اللي هفضل اقوله في كل فيديو؟ والله 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 الدنيا هنا ما بقتش زي الاول يا جماعة. احذروا، انت في ايدك كنز،
الفيزا 5 سنين وبتتجدد، انت في ايدك كنز. عايز تيجي هنا تعالى اقعد الاسبوعين الثلاث اسابيع بتوعك وارجع تاني. تمام. الى ان محدش عارف ايه اللي بكره ممكن يحصل، ايه اللي ممكن، مين ممكن يجي يمسك جديد، وهكذا. انما تيجي وتكسر، حرام عليك. فيزا امريكا بتفتح لك العالم كله بما فيهم كندا. تمام. فانت خلاص باسبورك المصري بينتقل انتقالة مختلفة تماما عن ان هو باسبور تقليدي. تمام. ده المفهوم والمغزى من اللي انا طالع بقوله للناس. انا كده كده دي مجرد وجهة نظر، حضرتك عايز تسمع عليها اهلا وسهلا، حضرتك مش عايز تسمع بيها مفيش اي مشكلة خالص. تعالى هنا وعيش حياتك يا باشا. وبس لما تيجي تتصدم بالامر الواقع اللي موجود دلوقتي، ما تجيش تقول يا ريتني يا ريتني ما كنت عملت كده، ويا ريتني كنت جيت ورجعت باحترامي، والفيزا بتاعتي موجودة معايا وبكل احترام وبكل ادب. كده كده القرار بتاع حضرتك، مش انا اللي في ايدي اتخاذ القرار. الفيزا بتاعتك انت اللي بتروح تعمل المقابلة، انت اللي في ايدك القرار ان انت تسافر او تقعد. ده as you like. لاخر مرة يا جماعة انا بقولها، انا بحاول انقل للناس الاشياء والمستجدات اللي بتحصل هنا داخل البلد دي. تمام. بس عشان ان شاء الله مش هتكلم في الموضوع ده تاني، والفيديو بتاع الايام اللي جايه بقى هنبدا نتكلم عن النقطتين اللي انا قلتهم دول، ازاي حضرتك تقدر تعملهم، وايه الدول اللي انت ممكن تغير مفهوم عقلك شويه. ومش لازم هي امريكا، لا يعني حاول تبص في كندا، في استراليا، في سويسرلندا، في دول اوروبا. فان شاء الله هنحاول نبين للناس الايام اللي جايه ايه الدنيا وايه اللي داير في الدول دي ان شاء الله، وازاي تقدر انت تدخله. تمام. ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه، وفي الكومنتات سيب لي التعليق بتاعك، وان شاء الله هرد على جميع اسئلتكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.